مين فينا ما قعدش في بينوس قبل كده؟ لو سألت أي حد على قهوته هيقول لك قهوته حلوة حتى لو ما كانش دقها. بس أنا النهارده رايح أدوق قهوة بينوس وأقارنها بالكافيهات اللي انتشرت مؤخرا بتقدم قهوة مختصة. طلبت فلات وايت وتشيز كيك. مبدئيا الفوم ده كثافته أعلى من الفلات وايت شوية والتبخير بصراحة ما كانش كويس. القهوة كانت خفيفة قوي وحجم المشروب كان كتير واللبن كتير. أول مرة وأنا بدوق يطلع حد من الاستاف ويقعد يسألني على رأيي بالشكل ده. بصراحة أنا ما انبسطتش من المشروب ده تمامًا. نيجي بقى للتشيز كيك، حتّة التشيز كيك دي يا جماعة دخلت في قلبي. بينوس بيعمل أحلى تشيز كيك حاليًا، واللي عاوز يعاركني يعاركني. دسمة جدًا، مخدومة، البسكوت اللي تحت الزبدة فيه كده واضحة، الtopping اللي عليه جميل جدًا. عامةً المكان جميل والناس هناك جُمال جدًا، كل شوية يخبزوا muffin ويوزعوه علينا. بعدها طلبت إسبريسو، وهنا أنا عرفت ليه الflat white ما عجبنيش. زي ما أنتم شايفين كده الاستخلاص كان under extracted جدًا، الإسبريسو كان طعمه خفيف جدًا والكريمة كانت في الضياع. ده اللي بيخلّي الflat white أو الكابتشينو اللي أنت بتطلبه بيطلع طعمه خفيف بالشكل ده. عامةً دي الأسعار عندهم لو برضه حابب تاخد فكرة وتشتري بكرة. عمومًا بينوس في المُجمل مكان جميل ومريح وأكيد كلنا بنحبه، وأكيد هاروح هناك تاني قريب بس مش هاشرب قهوة.